انا مش عايز نحل امتحانات، انا عايز نذاكر الامتحان. فرق كبير جدا بين نحل ونذاكر. لو حليت 100 امتحان، 1000 امتحان، مليون امتحان، ولا سؤال هيجي لك منهم في الامتحان اللي انت رايحه. ان شاء الله هننجح، وان شاء الله هنتفوق، وان شاء الله هتفرحوا ابائكم وامهاتكم، وان شاء الله هتخش الكليه اللي نفسكم فيها، وباذن الله هتتصل بالدكتور مجدي وتقول له يا دكتور مجدي انا دخلت الكليه اللي نفسي فيها وهتسعدني بنجاحك ان شاء الله، وهتسعديني يا بنتي بنجاحك. ثق في الله، ما تخافش ايا كان المجهود اللي انت عملته، لكن ربنا كريم وهينجحكم ان شاء الله وهيعمل لكم كل اللي نفسكم فيه. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، استفيد بخبره الدكتور مجدي اللي بيدرس ثانويه عامه وثانويه ازهريه بقاله 42 سنه، دي رقم 43. اسمع نصيحتي لله، نصيحتي لله، وركز فيها وخد بالك، اسمعها، فكر. ان شاء الله ان شاء الله لو اقتنعت باللي انا بقوله ابدأ نفذه، ما تمشيش غلط، عشان دلوقتي الوقت ما بقاش يحتمل هذا الكلام. ركز بقى كده معايا واديني دماغك كويس، والكلام ده لكل طلبة مصر، ادبي، علم رياضة، علم علوم، ثانوية عامة، ثانوية ازهرية، بيدرس عربي، بيدرس لغات، الكلام ده لكل طلبة مصر، دي خبرة سنين عمر، فانا بديها لكل طالب من حضراتكم. اسمع بقى كده وانتبه لو سمحت. الساعات المتبقية ما بقتش ايام، ما بقتش شهور، ما بقتش اسابيع، دي بقت ساعات متبقية، لازم تحسن استثمارها. احسن استثمارها ازاي يا دكتور مجدي؟ يا حبيبي الله يسعدك، انت لما بتخش تمتحن ما بتمتحنش المادة كلها، احنا بنطلب منك نقط معينة. كتاب الاحياء، الجزء بتاع الاحياء والجزء بتاع الجيولوجيا، كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء، كتاب التاريخ، كتاب المواد اللغه العربيه لطالب الازهر، الشرعي، الى اخره. اي منهج انت بتمتحنه انت بتمتحن نقط يا ابني فيه، ما بتمتحنش الكتاب كله. يبقى رقم واحد، كل طالب من حضراتكم بيدرس ماده معينه يحدد نقط اللي ذاكرها وتعب فيها ودفع فيها فلوس وبذل فيها مجهود، وايه اللي هو مش عارفه. ده لازم تعملها رقم واحد. طيب رقم اتنين، افرض يا دكتور مجدي انا مذاكر 70% وعندي 30% ما اعرفش فيه حاجه، يصح بقى دلوقتي ان انا اتلبخ في ال 30% واسيب ال 70% اللي انا دفعت فيها فلوس وبذلت فيها مجهود وتعبت في مذاكرتها؟ يبقى انت كده عاقل، يبقى انت كده ماشي صح. طيب ال 30% دي هيجي كام منها في الامتحان؟ ما احنا اتفقنا مش هتمتحن الكتاب كله، ها؟ يبقى الاضمن ان انا امسك ال 70% دي، هي دي اللي امسكها، هي دي اللي في ايدي. طب لو ذاكرت ال 70% وحليت عليهم كويس، افهم مجموعك مش هيقل عن 90% و95%، لان جايز يكون حظي كويس واخش الامتحان وال 30% دي ما تجيش فيها اسئله كتير. يبقى انا مش عايزك يا حبيبي تشوف عيوبك، انا عايزك تشوف التعب اللي انت تعبته طول السنه وبذلت فيه مجهود، اعمل فيه ايه؟ يبقى لازم من دلوقتي تعمل اللي انا هقوله ده بقى. انا عايز كل واحد من حضراتكم، انا بستغرب في المدرسين اللي بتطلع تقول للعيال هنحل شوامل. انت امتى منهج الفيزياء يبقى في دماغك 100%؟ امتى منهج الكيمياء يبقى في دماغك 100%؟ امتى منهج الاحياء هيبقى في دماغك؟ مش دلوقتي يا حبيبي، لان انت بتذاكر مواد مختلفه وملهاش علاقه ببعض، فما فيش حاجه اسمها حل شوامل. انا مش عايز نحل امتحانات، انا عايز نذاكر الامتحان. فرق كبير جدا بين نحل ونذاكر. لو حليت 100 امتحان، 1000 امتحان، مليون امتحان، ولا سؤال هيجي لك منهم في الامتحان اللي انت رايحه، يبقى دي مش شطاره. الفكره مش ان انا احل، الفكره ان انا اذاكر الامتحان. قول لي امتحان الكيمياء السنه اللي فاتت 25 الدور الاول جه كام سؤال من امتحان 2024؟ ولا سؤال. طب امتحان 24 في الفيزياء، في الاحياء، في كل المواد، كم سؤال جه من الامتحان سنه 23؟ ولا سؤال. يبقى هي الفكره مش انك تحل، انا عايزك تذاكر الامتحان. طب ابدا بايه؟ لو قالوا للدكتور مجدي حط لنا امتحان ثانويه عامه في الاحياء، اول حاجه هيفكر فيها يجيب امتحان 2025 دور اول ودور تاني السنه اللي فاتت ويبص فيه عشان ما يكررش الاسئله. يبقى انا عايزك ترجع سنتين ثلاثه ورا كده، سنتين ثلاثه ورا، وتبدا تذاكر. نبدا بامتحان 21 او 22
بالنسبه لطالب الازهر يبدا ب 23، ان قمه تطور الامتحانات كانت في 23. يبقى ابدا يا حبيبي ب 23، وعشان انت امتحانك بدري فما تروحش قوي ورا، ابدا ب 23 دور اول. اذاكر بقى الامتحان. يعني ايه اذاكر الامتحان؟ خد لي بس 10 15 سؤال فيه، اقرا الاسئله واحلها، وبعدين امسك سؤال سؤال واروح اذاكر الحته بتاعته. هتكلم على الاحياء عشان انا بفهم في الاحياء. اول سؤال جالي فين؟ جالي في تركيب دي ان ايه، اروح اذاكر تركيب دي ان ايه بس. تاني سؤال جالي فين؟ جالي في الغده الدرقيه، اروح اذاكر الغده الدرقيه بس، ماليش دعوه باللي قبلها وباللي بعدها. تالت سؤال جالي فين؟ جالي في تكوين حبوب اللقاح، اذاكر في النباتات الزهريه تكوين حبوب اللقاح بس، وهكذا. اشوف الحته اللي جه فيها الجزء ده واروح اذاكره فقط. هتذاكر 10 اسئله 15 سؤال انت وشطارتك. افهم انا بقول ايه. طيب هيجي اسئله منهم في ال 30% اللي انت مش مذاكرها، روح بقى ذاكر الحته دي بس، ما تذاكرش غيرها. بص، يبقى انا بحل على 70% وبذاكر ال 30% بالراحه اهو. انا نفسي بس قبل ما تروح الامتحان تحل لي 3 ل 5 امتحانات تذاكرهم. طب لو انت شاطر خليهم بدل 3 ل 5 خليهم 8. متميز خليهم لي 10. تصور لو ذاكرت 21 يا ثانويه عامه، 21 دور اول وتاني، ذاكرتهم مش تحلهم، مش تبص على السؤال اجابته ب. انا مش عايز كده. ما انا قلت لك مش الاسئله اللي هتيجي، المذاكره اللي انت بتذاكرها هي اللي هتيجي في الامتحان. ذاكرت 21 دور اول ودور تاني، 22 دور اول دور تاني، 23 دور اول دور تاني، 24 دور اول دور تاني، 25 دور اول دور تاني. 10 امتحانات ذاكرهم، هتدعي للدكتور مجدي وانت قاعد في لجنه الامتحان. طب طالب الازهر ابدا ب 23 عشان امتحانك قريب شويه. 23 دور اول دور تاني، 24 دور اول دور تاني، 25 دور اول دور تاني. لو عندك وقت يبقى ارجع ل 22، ارجع ل 21 لو كان عندك متسع من الوقت. ده كل الطلبه تعمل كده. انا علم رياضه، انا ادبي، انا علم علوم، انا ثانويه عامه، انا لغات، انا عربي. لازم تعمل اللي انا بقول عليه ده. انت جربت وبدات مراجعات فصل فصل وادركت ان الطريقه دي مش صح. انت ادركت ده، والمدرسين نزلوا لنا فيديوهات كتير جدا كل اسبوع. كل ده غلط، وكل ده انا مش موافق عليه. الوقت المتبقي بقول اهو عايزين نذاكر 5 امتحانات. شاطر خليهم 8، شاطر خليهم 10، شاطر خليهم 15. اهو الامتحانات الاساسيه الرسميه وشويه امتحانات تجريبيه او استرشاديه، هتبقى 100. اما بطلبش منك غير كده. طبق ده مع الدكتور مجدي. انا عملت منهج الاحياء بالكامل، مش سايب حاجه. في محاضرات الخلاصه، المراجعه النهائيه اللي انا سميتها الخلاصه، لطالب الازهر 35 ساعه بشرح، بحل امتحانات رسميه، بحل النماذج التجريبيه. 35 ساعه، بقول كلام بسيط اهو. يبقى هتلم لك المنهج 100 في محاضرات الخلاصه دي. طب ثانويه عامه حوالي 40 ساعه. بص 40 ساعه لميت فيهم الكلام ده. نزلنا محاضره على اليوتيوب قدام عينك لطلبه الازهر، محاضره الخلاصه لطلبه الازهر، ومحاضره الخلاصه للثانويه العامه. بقى شايفها آلاف الطلبه. خش شوف كومنتات العيال ايه. احنا اول مره نفهم احياء، يا ريتنا كنا عرفناك من زمان. المدرسين ظلمونا اللي كنا بناخد معاهم. احنا اول مره نفهم ان القصه فهم مش حفظ. شوف تعليقات الطلبه ايه. آلاف الطلبه ثانويه عامه وثانويه ازهريه، شوف تعليقاتهم ايه. الحق بقى لم الموضوع. لما اقول لك ان كل الاحياء لميتها لك في 35 ساعه بتاع الازهر، يعني لو ضغطت على نفسك شويه اسبوع 10 ايام هتلم الكلام ده. بتاع الثانويه العامه 40 ساعه تقريبا، تزيد شويه تقل شويه، ساعات قليله. افهم، لميت لك الموضوع. وبنقول لك في محاضره نزلت ثانويه عامه وثانويه ازهريه، الخلاصه. خش اسمع الكلام ده، هتدعي للدكتور مجدي. طب انا بقول لك الكلام ده ليه بقى؟ ما تجيليش ليله الامتحان، لان انا هدي المنهج كله ليله الامتحان. للازهر معايا 3 ايام ونص، مش هسيب حاجه، عشان ما تبقاش بتسمعني لاول مره، عشان ما تعملكش مشكله. لو انت ثانويه عامه عندنا 6 ايام ونص قبل الاحياء، هقول المنهج كله، مش هسيب حاجه. تكون بتسمعني بقى اول مره هتجد صعوبه. لكن لو سمعتني دلوقت
حتى لو كان تركيزك 80% 70%، ده هيريحك جدا ليله الامتحان. هتمسك الماده بقى 100 100 ليله الامتحان وانت معايا. هتخش الامتحان وانت قاعد في اللجنه هتدعي لي. ها، اللي منكم بدأ مراجعات في كل المواد، المدرسين مشوا ازاي؟ لانهم عاملين كتب، فمشوا بالترتيب. واحد بقى يبدأ من اخر الموضوع، واحد يبدأ من اوله الى اخره. كل ده يا فندم غلط، وكل ده انا مش موافق عليه. الوقت المتبقي ما تقوليش هحل شوامل، انا مش عايز حل، انا عايز نذاكر الامتحان. احل كده، اخد 15 سؤال من الامتحان، هخلص الامتحان قدام عينك في قعدتين. ده في كل المواد. طب انا بقى عملت لك الكلام ده، انا حليت كل الامتحانات من ساعه ما اتعمل نظام حديث ازهر او ثانويه عامه، كل الامتحانات، بقول كلام واضح وحطيتها قدام عينك في قد ايه وقت، وشرحت المنهج شرح تفصيلي. بص، تفصيلي في محاضرات الخلاصه دي. لما اقول لك انا عملت لك ده بقى في 35 ساعه بتاع الازهر وحوالي ال 40 ساعه بتاع الثانويه العامه، يبقى اخش اسمع الكلام ده بقى باقصى سرعه عشان ما عندكش وقت. وده المبدا اللي لازم تمشي عليه في كل المواد. طب يا حبيبي، انت خدت المنهج طول السنه ايا كانت مذاكرتك، والمدرسين راجعوه بنفس الطريقه تاني، وفيديوهات 3 4 فيديوهات كل اسبوع. يا ابني كل ده غلط مش صح. ها، ما تضيعش بقى الوقت اللي جاي وبعدين ترجع تقول لي انا بحل شوامل. ايه حل شوامل؟ هتحل كام شامل؟ 10؟ هتحل 20؟ والله لو حليت 10,000 سؤال ما هيجي لك ولا سؤال في الامتحان. انا بقول لك اهو، لكن انا عايزك تذاكر الامتحان. ذاكر لي بس 5 امتحانات. ها، لو انت شاطر خليهم 6 8، لو انت شاطر خليهم 10. هتخش هتدعي للدكتور مجدي وانت قاعد في اللجنه. اللي هيجي مش الامتحانات، اللي هتيجي المذاكره اللي انت بتذاكرها. هو ده المنهج اللي هيجي لك في الامتحان. ها، ارجو تكون فهمت القصه ماشيه ازاي. دي النقطه رقم 1 اهو. انا حاطط لك علاج للفتره الجايه دي للاحياء والغير الاحياء اهو. اذاكر الامتحان مش احل الامتحان. انا بتفرج على المدرسين، السؤال ده اجابته ب، السؤال ده اجابته ج، ويدي نبذه عنه كده ويمشي. ده مش مذاكره، ده مش مذاكره. لو حليت مليون سؤال وحليت مليون مساله كيمياء فيزياء ايا كان، ولا واحده هتيجي في الامتحان. وانا قلت لك شوف امتحان 25 ايه اللي جه في امتحان 24، شوف امتحان 24 ايه اللي جه من 23، ولا سؤال. يبقى انت بتضيع وقتك. يبقى انا مش عايز حل، انا عايز نذاكر الامتحانات. ذاكر لي في كل ماده من 5 ل 10 امتحان. بقول 5 عشان طالب الازهر يمتحن بدري، بقول 10 عشان طالب الثانويه العامه متاخر سنه. من 5 ل 10 امتحانات ذاكرهم في اي ماده، في تاريخ، في جغرافيا، في فلسفه، في اي ماده انت بتذاكرها. اعمل اللي بقول لك عليه ده اهو. هتدعي للدكتور مجدي وانت قاعد في لجنه الامتحان. دي النقطه رقم 1. اقول لاولياء الامور نوفر هدوء لاولادنا، عشان دلوقتي محتاجين كل دقيقه. اقول لك نظم وقتك. ابدا صلاه الفجر الصبح الساعه 4:30، ابدا يومك. الساعه 12 خلص، 12:30 قوم صلي الظهر قدام عينك، كل كويس، ريح، افصل ساعه. طول الساعه تيجي عليك 2:30 اخر حاجه تنبهك عشان تيجي الساعه 9:30 تخش تنام. ها، محتاجين ده قوي عشان نكون نشاطنا الذهني في قمته من 9 ل 12. من 9 ل 12 عشان ده وقت الامتحان. ما تقعديش بقى طول الليل صاحي عشان ده مش صح. لازم تنام وتاخد قسط من النوم كويس عشان تقدر تركز وما تنساش في اللي انت بتذاكره. انا بقول كلام بسيط اهو. تنظيم العمل اهم من العمل. الاستيقاظ مبكرا. ها، اذاكر الصبح 6 7 8 ساعات، اذاكر بعد الظهر 6 7 8 ساعات انا وطاقتي. افصل في نص النهار كده بساعه، 9:30 تكون في سريرك، 10 قدام عينك تكون نايم عشان تبدا يومك تاني يوم الساعه 4:30. ادي كمان حاجه، هدوء للاباء والامهات، هدوء في البيت عشان ولادنا مهمين جدا دلوقتي، عشان ربنا ينجحهم باعلى مجموع ممكن ان شاء الله، ويفرحكم بيهم ويفرحهم بالنجاح اللي يرضيهم ان شاء الله. اخواننا المدرسين، ودول كلمتين لله، لله اللي خلص المنهج قدام عينك. انا خلصت منهج الاحياء كله والجزء الخاص بالجيولوجيا 15/2، وكان في نيتي ان هبدا مراجعات قدام عينك مع بدايه شهر 3. قلت استنى بعد العيد. اولياء الامور والطلبه كلهم قالوا لنا احنا بناخد دلوقتي فيزياء حديثه وبناخد كيمياء عضويه والمدرسين لبخنا ورمضان، فاخرت الموضوع لغايه 1/4، لغايه 1/4. لكن انا خلصت لاولادي المنهج، عرفوا المنهج فيه ايه، وانا طول السنه بقول هذا الكلام. عايز بس اقول لاخواننا المدرسين بتوع الاحياء على وجه التحديد، الاول اقول له رقم 1، انت ضيعت وقت قد ايه من العيال قدام عينك في اول السنه في الدعامه والحركه اللي عليها 6 درجات والتنسيق الهرموني اللي عليه 5 درجات. ضيعت 3 اشهر ل 3 اشهر ونص. وقفت في نص السنه وعدت الكلام ده تاني.
دلوقتي انت ضميرك مرتاح؟ وبوظنا العيال في الدي ان ايه اللي عليه ربع الماده. والله لغايه النهارده الطلبه بتتصل بينا وبتحجز الدي ان ايه وبتسمع الدي ان ايه. يبقى انت كان عندك ضمير؟ كان عندك ضمير وانت بتعمل هذا الكلام؟ وانت بتوقف وبتعيد تاني؟ بتاع الكيمياء وبتاع الفيزياء اللي وقف وعاد المنهج تاني، ها، وضيع العيال اسبوع اجازه، ضيعنا 3 اسابيع. مش كنا نرحم العيال دي ونخلص بقى المنهج بدري؟ عملنا ايه بقى؟ بهدلنا العيال. دخل علينا شهر رمضان بدانا الكيمياء العضويه، بدا علينا شهر رمضان بدانا ندي قدام عينك الفصل الرابع في الفيزياء وندي الفيزياء الحديثه. ها، عايز اقول لكل مدرس الفصل الرابع والفيزياء الحديثه عليها كام درجه؟ مش اقل من 40% من الدرجه. الكيمياء العضويه عليها مش اقل من 40% من الدرجه. يعني سعادتك من شهر 8 وانت بادئ اخر 8 ضيعت شهر 8 خدت فيه اسبوع ولا اكتر، 9 و10 و11 و12 وشهر واحد 5 شهور بتشرح 60% من الماده، وشرحت 40% في الماده في وقت قد ايه؟ والعيل صايم. كنت انت ماشي صح؟ انا بسالك، كنت انت عندك ضمير لما عملت هذا الكلام؟ انا بسالك. ها، بدات حضرتك بتاع الفيزياء خلص وكله رجع يجيب الفصل الاول تاني، طالب بيقول لي ده ما عندهمش ضمير. شرحوا لنا الفصل الاول في شهر 8 وشهر 9 وجزء من 10، في نص السنه عادوه تاني، بداوا مراجعات بيه تاني. طب يبدا بقى بالفصل الثالث عشان ده عليه درجه كبيره جدا، ده عليه 14 درجه. وانا اعرف الكلام ده منين؟ من الطلبه واولياء الامور. الناس محروقه على ان احنا ضيعنا وقت العيال، بهدلناهم. ها، خدنا الكيمياء العضويه اللي عليها 24 درجه، 40% من الدرجه اديناها للعيال والعيال صايمه، وخلصنا المنهج وبدانا تاني كيمياء عضويه. بص بنعمل ايه في العيال؟ حرام، هذا لا يرضي الله. بقول لك الكلام ده عشان السنه الجايه ما تطلعش بقى تقول لي احنا جربنا المعسكر وكان حلو وهنعمل معسكر تاني. يبقى ده حرام، احنا ظلمنا اولاد الناس. ده كيمياء وفيزياء واحياء، وبتوع الاحياء على وجه التحديد درست الدي ان ايه، العيال مش فاهمه حاجه. طول الفتره اللي فاتت دي كل محافظات مصر بتتصل بينا عشان تسمع الدي ان ايه تاني، ونسال الطالب سمعت من مين؟ يقول اسماء المدرسين، يقول حسبي الله ونعم الوكيل. ده ظلمونا، ما عندهمش ذره ضمير، وضحكوا علينا وضيعوا وقتنا. هل ده يرضي ربنا؟ ما يرضيش ربنا، والله ما يرضي ربنا، والله كمان مره ما يرضي ربنا. دلوقتي اولياء الامور يقول ربنا يحرق قلوبهم على عيالهم زي ما حرقوا قلبنا على اولادنا. يا رب يصرفوا الفلوس دي على المرض وما يتمتعوا بيها. ده يرضي ربنا الكلام ده؟ والله ما يرضي ربنا. يبقى كان مجدي فوده عنده حق لما قال لا للمعسكرات، نعم لسرعه الانتهاء من المنهج. كنا نرحم العيال ونعمل هذا الكلام. انا بدعو كل طالب اتظلم انه يتواصل مع استاذه. لازم تتواصل. الساكت عن الظلم عن الحق شيطان اخرس. ما تسكتش عن حقك. ابعت له فويس، ابعت له قول له انت غلطت لما عملت معسكر في نص السنه، غلطت لما اديتني اجازه، كنت طلع عيني في هذا التوقيت وخلصت المناهج بدري. كل ده كان غلط. كان غلط ان احنا نعمل كتب. ايه حكايه الكتب دي؟ كتب تاني ليله الامتحان؟ هنيجي ليله الامتحان تاني ونعمل كتب تاني؟ واحنا الكتب اللي فاتت دي كلها ايه؟ كانت ايه اصلا؟ بنعمل كتب ليه؟ بنعمل كتب عشان المراجعات ما اشتغلتش وما اتباعتش، ودلوقتي بنقول لهم خدوها مجانا. ها، ادفع لنا فلوس قدام عينك وهنبعتها لك. مش ده اللي بيحصل؟ هذا رخص وهذا ضعف عشان الكتب ما اتباعتش. لسه هنعمل ليله الامتحان ورق تاني وكتب تاني؟ يا ابني ما تشتريش حاجه، ما تشتريش حاجه يا ابني. كفايه يا ابني اللي انت بتعمل، اللي انت دفعته والفلوس اللي انت اجهدت اسرتك بيها. انا اللي بقول لك اهو لله، ارحم ابوك وامك. لسه هنشتري كتب تاني وورق تاني؟ ولي الامر بيقول دول تجار ورق، احنا اشترينا ورق قدام عينك بما فيه الكفايه. كل ده مش صح، مش صح. انك نقف لغايه هنا وتبدا تحل من دلوقتي، من اللحظه دي، من سماعك ليا تبدا تحل امتحانات. مش عايز حل، نذاكر الامتحان. في فرق بين نحل الامتحان ونذاكر الامتحان. عايزين نذاكر الامتحان، وانا قلت نذاكر ازاي. ده القصه قدام عينك لاخواننا المدرسين، ومش عايز اطول اكتر من كده عشان ما نضيعش الوقت. كل ولي امر تواصل معانا الفتره اللي فاتت دي وحجز لابنه السنه الجايه معانا. طلبه اللي حجزوا معانا اللي هم تانية السنه دي، اللي حاجزين معانا ثالثه السنه الجايه. اولا انا بشكرهم على الثقه الرائعه اللي هم ابدوها لينا دي، فكل الشكر وكل التقدير والاحترام، وربنا يقدرني ونبدا بدري ونخلص المنهج بدري بعون الله تعالى. والحقيقه انا كنت قلت كده شويه حاجات قدام عينك، بس الناس القائمين على المنصه قالوا هيبقى صعب تنفيذها. فهنعمل الاتي: كل طالب هيحجز من دي اللحظه دي لغايه يوم 15/6 هياخد على كل الكورسات اللي هنديها، كل ابواب وفصول المنهج اللي هنشرحها له
خصم طول السنه الجايه 30%. اهو بقول كلام بسيط اهو، 30% اللي هيحجز من اللحظه دي لغايه يوم 15/6 ان كان في عمر. بعد 15/6 يبقى زيك زي بقيه الطلبه، لان كل الطلبه بتحجز معانا في التوقيت ده. انا بقول اهو ليه؟ دول طلبه محترمين من بيوت قدام عينك متحمله المسؤوليه، وبالتالي اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فانا بقول كلكم ولادي خصم 30% لكل الطلبه اللي هتحجز الفتره دي لغايه يوم 15/6. كل طالب والده متوفي او على المعاش هياخد قدام عينك، حجز دلوقتي هياخد الخصم 30%. ده غير ال 30% بتاعت الميعاد ده، بقول يعني هيوصل لحوالي 60% اهو. الطالب اللي والده متوفي، الطالب اللي والده على المعاش في كل محافظات مصر هياخد خصم 30% لو حجز في التوقيت ده. طيب الطالب المتفوق اللي ان شاء الله ربنا ينجحه، طلبه الازهر والثانويه العامه اللي نجحوا وتفوقوا هيبعتوا لنا استماره نجاح قدام عينك معتمده، استماره. كل من هو جايب فوق ال 85% هياخد خصم 30% طول السنه اللي جايه. بنشرح اي حاجه قدام عينك هياخد خصم 30%. دي هديه بسيطه مننا قدام عينك عشان ناخد بايد الطلبه المتفوقين الشاطرين دول. طبعا المدرس الوحيد في جمهوريه مصر العربيه اللي بيبدا بدري ويخلص بدري، دي رقم واحد. انا خلصت المنهج السنه دي 15/2 كل المنهج كلامي، واللي اخرني في المراجعه ده كان طلب اولياء الامور والطلبه، لان ما كانوش خلصوا حاجه وكانوا بياخدوا فيزياء حديثه وكانوا بياخدوا الفصل الرابع في الفيزياء وكانوا بياخدوا الكيمياء العضويه عليها درجات كتير، وده اللي اخرني قدام عينك اهو. بقول لكن انا خلصت المنهج 15/2. عرف الكتاب المنهج الطالب المنهج من الجلده للجلده محتوياته ايه، واعتقد ما حدش خلص في هذا التوقيت. المدرس الوحيد اللي عمل مراجعه لطلبه الازهر فقط في جمهوريه مصر العربيه كان مجدي فوده، وده حق اولادنا بتوع الازهر علينا. كل المدرسين يلا قدام عينك هنعمل لكم كتاب في اسئله مقاليه، هنعمل مش عارف ايه. المدرس الوحيد اللي مراجعاته طول المراجعات الازهر لوحده والثانويه العامه لوحده، وهذا فضل من الله. المجهود ده واصل كويس جدا للطلبه، واصل كويس جدا لاولياء الامور، بيتصلوا بينا يشكرونا وتعليقاتهم بتقول هذا الكلام. فالحمد لله رب العالمين، ربنا يكمل لنا على خير ونوصل لغايه ليله الامتحان. كل الطلبه اللي حاجزين معانا المراجعات او اللي هيحجزوا المراجعات السنه دي ليله الامتحان زي ما وعدتهم مجانا، مش هتدفع ولا جنيه لغايه ما تروح امتحانك على خير. كلامي واضح اهو، انا وعدت الوعد ده من زمان قوي، قلت هذا الكلام. بعض الطلبه الحقيقه ليهم تعليقات بيكتبوا على اليوتيوب قدام عينك احنا ظروفنا. يا حبيبي تواصل مع فريق عملنا هيعملوا لك اللي انت عايزه، ايه بقى المشكله؟ لكن ما تطلبش مني انا انزل المحاضرات دي. لو نزلت المحاضرات دلوقتي وقلت خصم 50% على كل المحاضرات، ما انا صورتها خلاص. بس انا هزعل من مجدي فوده، هزعل ليه؟ لان ظلمت طالب تاني دفع فلوس. يبقى الطالب اللي كان حاجز المراجعات دي وطول السنه بيكح فلوس قدام عينه، اجي دلوقتي يلاقيني بنزل الكلام ده مجانا؟ عيب، عيب، مش صح. ما انا شايف المدرسين بتعمل ايه؟ هنبعت لك الكتب مجانا، الكتب مع مش عارف ايه، واخد بالك انت خصم مش خصم 50% على كل هذا كلام عيب وصغير. انت عندك ظروف ماديه، تواصل مع فريق عملنا هيريحوك ويعملوا لك اللي انت عايزه بما يتناسب مع ظروفك. لكن ما تطلبش مني ان انا انزل الكلام ده مجانا، لان في ناس دفعت فيه فلوس. والله هكسب فلوس كتير، والله كل مصر هتخش تسمعني. بس انا مش هبقى زعلان من مجدي فوده عشان في طالب دفع فلوس حرام واتحرق قلبه على الكلام ده، يقول لك انا دفعت لك فلوس طول السنه تيجي دلوقتي تنزل مجانا؟ عيب. احنا بننزلك محاضرات مجانا على اليوتيوب علشان تخش قبل ما تدفع لنا فلوس تسمع هذا الكلام. ارتحت لطريقتنا اهلا وسهلا، ما ارتحتش ما تدفعش بقى حاجه. ده اللي احنا بنعمله. ربنا ينفع كل الطلبه بالكلام اللي احنا قلناه ده، ويوفقكم ان شاء الله، ويكتب لكم الفلاح والنجاح ان شاء الله ان كان في عمر. ربنا ييسر لكم الامور وتشدوا حيلكم، معنوياتك في السماء، تفاءلوا بالخير تجدوه. بوس راس باباك مامتك وراسهم باباك ومامتك وايديهم، ولو انا منك ابوس رجليهم بدعواتهم بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى ورضاه عليك، هتنجح وهتبقى 100 100 ان شاء الله. ربنا يسعدكم ويبارك في وقتكم ويفرحكم بالنجاح اللي يرضيكم، ويفرحني بنجاحكم ان شاء الله. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.